ونروح بقى لمباراة الزمالك وحرس الحدود ونادي الزمالك والتيكي تاكا واسيست عمر جابر الخيالي اللي بيتألق النهارده في الموسم. مركز جدا عمر جابر يا جماعة، رائع عمر جابر. بص الاسيست من محمد شحاتة واسيست كمان من عمر جابر بصدره، ولا اجمل ولا اروع. كان ممكن يطمع فيها ويحطها، لكن السنة دي الموسم ده عمر جابر عامل اسيستات خيالية، مركز قدام المرمى بطريقة ولا اجمل ولا اروع من كده. بصوا محمد شحاتة حطها ازاي، وعمر جابر كسر الاوفسايد ازاي ولعبها بصدره، مش متوقعه ابدا، ولا اجمل ولا اروع من كده والله. رائع رائع رائع، حاجه يعني تحفه تحفه. بصوا الراجل رفع محمد شحاته، بصوا بيلعبوا بلاي ستيشن يا جماعه. الهدف الاول نادي الزمالك عن طريق احمد سيد زيزو، المتابعه الرائعه الجميله. ونشوف هدف التعادل لاشرف رؤى اللي كان يصدها عواد من ضربه جزاء. 1-1 والمباراه بتشتعل وبترجع المباراه لنقطه البدايه من تاني. محمد اشرف رؤى حطها حلوه جدا، كان هيروح عليها عواد و بيعدل النتيجه وبيعدل الكفه ل1-1. بصوا الهدف ده بقى، بصوا الهدف ده بيلعبوا وان طول يابانيه. بصوا مش ممكن مصطفى شلبي بيقدم الموسم ده برضو اداء ولا اجمل ولا اروع. المثلث الهجومي او المربع الهجومي بتاع الزمالك الموسم ده، سواء مصطفى شلبي او احمد سيد زيزو او عمر جابر او محمد شحاته او دونجا او عبد الله السعيد، بصراحه الفرقه في تناغم، الفرقه بتقدم لحن كروي رائع بصراحه. بصوا الوان تو، بصوا التحرك بدون كوره، بصوا اللامركزيه ولا اجمل ولا اروع. لعيبه الحرس واقفه بتتفرج زينا، احنا قاعدين بنتفرج هم واقفين بيتفرجوا. الكوره لما بتنقل سريعه بتبقى رائعه. وادي احمد سيد زيزو على طريقه ليفاندوفسكي، بيحط ركله جزاء على طريقه ليفاندوفسكي بالظبط مع برشلونه قدام الريال، ولا اجمل ولا اروع. 3-1 بيعدل كفه الزمالك ل3-1 وبيحطها، بصوا جميله ازاي على طريقه ليفاندوفسكي، ولا اجمل ولا اروع من كده. الزمالك بيقدم عزف كروي، لحن سيمفونيه كرويه رائعه، حدث ولا حرج بالامانه. مدرسه الفن والهندسه متواجده. وادي الهدف الثاني اللي بيقرب بيه النتيجه 3-2 والمباراه بترجع على صفيح ساخن تاني، ولكن بتنتهي بهذه النتيجه. النادي الزمالك يا جماعه ولا اجمل ولا اروع ولا احلى من كده. الفريق بيقدم تناغم رهيب، الفريق في تجانس رهيب، تحسب لجروس وتحسب للعيبه وتركيزها وقوه تركيزها.